واحد الليلة ديال شهر واحد كانت الشتا كطيح برا بلا قياس، والبرد مجهد كيصفر، والسراجم بحال ليما. ملي كيسالي النهار وكتسالي القراية والمطالعة كيبدا السهر ديالي. انا من داك النوع اللي ما بينوش بين النعاس بكري غير الخير والاحسان. وفي ديك الوقيته ديال جوج ديال النهار، جوج ديال الليل عفوا، ملي كيموت الصداع في الزنقة وكتبقى غير الصوت ديال الشتا، كيخصني شي حاجة تقتل الملل. كاين اللي كيتفرج في افلام، كاين اللي كيلعب العاب فيديو، ولكن انا عندي بلي اخرى اللي هي جوجل مابس، خصوصا الميزه ديال ستريت فيو. كربط السلطة الافتراضية وكنبدا نسافر من بلاد لبلاد وانا جالس في بلاصتي فوق الكرسي ديالي والبيسي شاعل قدام. عزيز عليا ندخل الزناقي الضيقين ديال طوكيو، نمشي لمدن شبح مهجورة في ميريكان، ولا نسافر عبر طرقان جبلية معزولة في أقصى الأرض. كتحس براسك بحال شي مستكشف سري كيشوف العالم من ورا الشاشة. ولكن ديك الليلة هاد الهواية اللي كانت كتبان غير تسلية غتحول لكابوس غيطير مني النعاس لسيمانات. كنت هاد المرة غادي بالماوس ديالي من جهة سيبيريا وأوروبا الشرقية، بالضبط في واحد المناطق اللي بعيدة على المد الحضاري، فين كاين غير الشجر، الضباب، والطرقان اللي ما ما باينيش مزيان. كنت باغي نشوف كيفاش عايشين الناس بداك العزل تمام. بقيت غادي شاد الطريق الرئيسية، وفجأة على غفلة بانت لي واحد الدخلة على يد اليمين. ما كانتش طريق عادية، كانت بحال شي مسلك ديال التراب والحصى دايرين به شجرات ديال الصنوبر كبار وميتين ومغطي بالثلج والضباب. اللي لفت الانتباه ديالي هو ان في الدخلة ديال هاد المسلك كانت كاين صوت ديال صور ديال لوحة حديدية قديمة ومصدية مكتوب عليها بلغة سيريلية روسية قديمة، يعني رموز كتعني ممنوع الدخول أو منطقة خطيرة. طبعا الفضول بنادم ما كيرحموش، والركز بالماوس على داك السهم الافتراضي ودخلت وسط داك المسلك المظلم. الكاميرا ديال جوجل بدات كتحرك وسط الشجر. الغريب هو ان الاضاءة في التصاور بدات كتقلب. في الطريق الرئيسية كانت الشمس باينة واضحة، ولكن كل ما دخلت وسط هاد الغابة التصاور كيتزاد فيهم الضباب، والسما ولات رمادية كئيبة، بحال إلا السيستم د جوجل صور هاد البلاصة في وقت آخر تماما. بقيت غادي كنورك على السهم ورا سهم، حتى وصلت البيسي لواحد اللقطة اللي حبست فيها الطوموبيل ديال جوجل كاميرا كار. تما فين كانت الصدمة اللي جمدت الدم في عروقي. قدامي مباشرة وسط واحد الخلا داير به شجر ميت كانت واقفة أغرب دار ممكن تشوفها عين بشرية. الدار كانت مبنية بحجر كحل وثقيل، بحال داك الحجر اللي كيكون في الكنائس القديمة ولا القلاع المهجورة. ما كانتش عندها هندسة طبيعية، الحيوط ديالها ما كانوش غاديين نيشان، كانوا مايلين بواحد الطريقة كتعطي للعين إحساس بالدوران والغثيان. السقف ديالها كان هابط بزاف، والشجر الفوقاني الوحيد اللي كان باين كان مغلف بضبان ديال الحديد مصدي، والمشابك بحال شي حبس. الباب ديال الدار كان ديال العود الكحل الغليظ ومشرك من النص، بحال شي حد حاول يهرسو من داخل ماشي من برا. لحد هنا تقدر تقول ايوا عادي، دار مهجورة وسط غابة، شحال من وحدة كاينة في العالم. هادشي اللي قلت حتى انا في الاول، وبغيت نرجع بحالي، ولكن ملي جيت نخرج من اللقطة عيني طاحوا على تفاصيل خلات لحمي قشعر بالبصح. هاد الدار ما كانتش غير مهجورة، كانت فيها حوايج ضد في الطبيعة وفي المنطق ديال التصاوير. ملي كتشوف السما ديال التصويرة كتلقى الشمس او مصدر الضوء جاي من جهة الشرق، والشجر كله الظل ديالو لجهة الغرب.
هادشي طبيعي، ولكن الظل ديال هاد الدار الكحلة كان جاي في الاتجاه المعاكس تماما. الظل ديالها كان كيرجع لجهة الشرق، بحال كاين شي شمس خرا خفية ورا الدار، ولا بحال إلا الدار كترفض تسلم لقوانين الفيزياء أو الضوء. الفضول ديالي خلاني ندير زوم بأقصى درجة ممكنة على داك الشرجم الفوقاني للحديد. بقيت كنقاد في الكونتراست والوضوح د الشاشة، حتى بدات كتفرز ليا الصورة ورا ولا الزاج المغبر. كان واقف تما شخص ملامح وجهه ما كانوش باينين واش راجل ولا مرا ولا واش بنادم اصلا، حيت الوجه كان بيض شاحب بحال الطباشير، وعينيه كانوا عبارة على جوج حفر كحلين كبار. المرعب في الامر هو ان هذا الكائن ما كانش كيشوف في الجنب، كان كيشوف نيشان في الكاميرا ديال جوجل اللي فوق الطوموبيل. كان كيشوف فيا انا اللي كنشوف من وراء الشاشة بعد سنوات من التقاط ديك التصوير. على الحيط الكحل ديال الدار كانت مكتوبة واحد الجملة بصباغة حمراء باهتة، وتحتها رمز غريب داير بحال شي عين وسط مثلث مقلوب، ولكن الخطوط ديالو مخربقين. حاولت نقرا الجملة ما فهمت منها والو، حيت حروفها ما كيشبهوش حتى اللغة اللي كنعرفها انا. داك النهار ما بقاش جاني النعاس نهائيا. قفلت المتصفح وعاودت حليته ومشيت شربت الماء ورجعت. التصويرة مازال هي درت سكرين شوت للقطة كاملة بالإحداثيات ديالها وحطها عندي في بيسي. في الصباح أول حاجة درتها هي أنني هزيت تليفوني ودخلت لجوجل مابس باش نعاود نرجع لنفس البلاصة ونشوف واش داكشي حقيقي ولا كنت غير عيان. دخلت نفس الإحداثيات بالضبط بريمت. الصدمة كانت قوية. خريطة عطاتني نفس المنطقة الجبلية ونفس الغابة، ولكن فاش مشيت للدخلة ديال داك مسلك الترابي ما كاين والو. بلاصة كاملة عبارة على شجر خاوية وما كاين لا طريق، لا لا علامة ديال ممنوع الدخول ولا دار كحلة. دخلت من الكمبيوتر، دخلت من تليفون صاحبي، جربت حسابات اخرى، البلاصة خاوية تماما بحال عمر كانت تما شي حاجة. نعرف باللي داكشي اللي شفت البارح ما كانش مجرد لقطة عادية. دخلت لريديت بالضبط لواحد المجموعة متخصصة في الغموض والخرائط بحال جوجل مابس ماي سيجد، او حطيت الاحداثيات وسولت الناس بلا ما نحط تصويرة. في الاول بغيت نشوف واش شي حد وقع عليه نفس البلان. الردود كاملة كانت كتقول هاد البلاصة خاوية، عمر دازت منها طوموبيل جوجل، حيت التداريس تما صعيبة بزاف والطرقان مقطوعين من زمان. واحد من المشرفين ديال المنتدى صيفط لي ميساج في الخاص وقال لي يا صاحبي واش انت متاكد من هادشي، حيت السيستم جوجل بعض المرات كيوقع فيه جليتش، كيبين ارشيف قديم ولا تصاور تاخدو بالغلط في السيرفيرات. بقيت نتبع الموضوع هاد سيمانه كامله، حتى لواحد النهار وصلني ميساج في حسابي ديال الانستغرام من عند واحد الدري سميتو ايفان، عايش في منطقة قريبة من ديك الإحداثيات في روسيا. كان شاف المنشور ديالي في ريديت. ايفان كتب ليا بالانجليزية، ولكن كلامه خلاني ليلتها نبيت بلا نعاس. قال لي انا شفت المنشور ديالك على الاحداثيات، بغيت ننبهك داكشي اللي شفتي ماشي جليتش في السيرفر جوجل وماشي تصويره قديمه. ديك البلاصه كنعرفوها من شحال. هادي كانت دار ديال واحد العائله في عام 1994. وقعت فيها حادثه خايبه بزاف وشعلت فيها العافيه وماتوا كاملين الداخل. الدار تدمات تماما، ما بقى منها حجر على حجر في داك العام. والاكثر من هادشي ان جوجل مابس عمرها ما صيفطت طوموبيل تصور لداك الجبل، حيت ما كايناش طريق اصلا من السبعينات. انا قاطعته وصيفط ليه سكرين شوت اللي درت وقلت ليه ولكن انا شفتها بعيني في ستريت فيو. ها هي التصويره وها هو الوجه في الشرجم.
رد عليا بعد دقائق ديال الصمت بميساج قصير وقاطع: داكشي اللي شفتي ماشي الكاميرا ديال جوجل اللي صوراتو، ديك الدار هي اللي بغاتك تشوفها. بعض البلايص اللي وقعوا فيها مآسي كبار كيبقاو محبوسين في الزمان، وبعض المرات الطاقة ديالهم كتمكن باش تخترق الأنظمة الرقمية ديالنا وتظهر للناس اللي عندهم فضول زايد في الليل. نصيحة مني: بصح داك سكرين شوت من عندك وما عاودش تقلب في ديك الإحداثيات. لحد هاد الساعة هاد القصة دازت عليها مدة، ولكن سكرين شوت مازال عندي في الكمبيوتر في واحد الملف مخفي ومحمي بكلمة سر. مقدرتش نمسحو، وفي نفس الوقت ما بقيت قادر نفتحو ونشوف في داك الوجه الابيض اللي ورا الشرجم. كل ليله ملي كنشوف الشتا كطيح والبرد قاص وكنبغي نفتح جوجل مابس كيجيني نفس التساؤل اللي كيرعبني: واش هاد التكنولوجيا اللي بين يدينا كتسجل غير العالم الحقيقي اللي كنعرفوه، ولا هاد الكاميرات والمستشعرات اللي كيدوروا في الارض بلا توقف كيطيحوا بعض المرات في ثقوب زمنيه وكيصوروا ابعاد اخرى مرعبه وحنا ما جايين للدنيا خبر. المره الجايه ملي تكون كتقلب جوجل مابس في نص النيل وتبان ليك شي دخله غريبه، فكر مزيان قبل ما نصورك على الساعه. انا هيك كنكونوا وصلنا لنهاية القصة، نتمنى تكون عجبتكم. فمتنساو تشتركوا في القناة، تفعلوا زر اشتراككم الجديد، ضغط زر اللايك اذا عجبكم الفيديو. المهم هادشي اللي كان في هذا الفيديو، نتلاقاو في فيديو جديد. تشاو.